لا تتصور إطلاقا إن الميت ده قاعد لوحده في القبر كده، إيه، في الحفرة اللي أنت دفنته فيها ولسه راجع من شوية. إحنا عايشين في عالم اسمه عالم الشهادة، ندرك فيه بالحواس الخمسة، نشوف، نسمع، نلمس، نتذوق، نشم. العالم الآخر اسمه عالم الغيب، لا يدرك بالحواس الخمسة. فأنا لو فتحت القبر دلوقتي هلاقيه زي ما هو، متر في متر. لكن هم في البعد التاني، في العالم التاني ده، سيدنا النبي علمنا إن هم عايشين مع بعض. فاكر لما سيدنا بلال قال وهو بيموت: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه؟ وسيدنا بلال مدفون في الشام والنبي في المدينة، وهيتقابلوا بصدق كلام سيدنا بلال، وبيتزاوروا وبيتكلموا. لما بتبعت عمل صالح لحد ميت بياخد العمل ده ويتباهى بيه قدام الناس اللي في القبر، ان الناس فاكريني وهم عايشين، ما نسيونيش بعد ما مت. فما فيش وحدة، وربنا منور هذه القبور بأعمالهم الصالحة وبدعواتكم وبختمات القرآن وبكل الأعمال الصالحة اللي بتبعتوها. فاطمن.